عسلامة، جيتكم بأبن وأسهل خبز تهوية على طريقتي. تستحقوا زوز بكوات سيدة، قهوة باردة، 30 جرام زبدة، لوز مهروش، 500 جرام مسكربوني، وحكة كريم فريش ليكيد، و120 جرام شوكولاتة بيضاء. أول حاجة عملت الكريم والمسكربوني، خلطهم مع بعضهم، زدت عليهم الشوكولا اللي ذوبتها باش نتحصل على خليط متجانس. طيبت القهوة، هروشت اللوز، وتوا باش نبدا المونتاج. نغطس البسكوي شويه، ما نحطوش برشا باش ما يذوبش. من بعد باش نزيد عليه طبقه اخرى، طبقتين وفوق بعضهم جوست بالقهوه. ومن بعد لهنا دهنت بالزبده. الزبده تعطي مطعم بنين برشا في الجاتو. ومن بعد جيت لهنا بديت نحط في الكريم متاعي بالبوش، واتاليتها بالطريقه هذه باش تبدا نظيفه ومنظمه. من بعد حطيت اللوز المهروش هناك، يبدا مهروش راهو يجيب بنين على الاخر، احسن من اللي يبدا بودر. بقيت نخدم في الطبقات فوق بعضهم حتى لين كملت الكونتيتي الكل. زينت من الفوق باللوز. نجموا تزينوها كما تحبوا. هذه الطريقه جات ما شاء الله 5 طبقات فريمون معناها كبيره بالكدا، والمورسو كبير. شوفوا ما شبه ومحليها، سهله على الاخر وبنينه. ننصحكم تجربوها. بسلامه.